اصل ما ينفعش يكون موسم المانجا موجود وما نعملش منه احلى واسرع حلويات بطريقه بسيطه ترتب علينا في الحر ده مع المشروبات الحلوه بتاعه المانجا. حاجه كده تحفه، يا ريت تجربوها تعجبكم جدا. لعمل الطبقه الاولانيه من الحلو بتاعنا هجيب بسكوت شاي ساده، اي نوع بتحبيه وتفضليه هاتيه، وهجيب كوبايه من عصير المانجا، ممكن تكون مانجا باودر وادوبه في ميه ويبقى معايا بالشكل ده، او عصير مانجا بيوري. هاخد البسكوت بالشكل ده وابدا اغطسه كده في المانجا وارصه في اي صينيه عندي كده. هطعم البسكوت بتاعي بالمانجا علشان يديني طعم حلو. بعد ما رصيت الطبقه الاولانيه من البسكوت بالشكل ده متغطسه في عصير المانجا، هرص طبقه تانية من البسكوت بس من غير ما احطه في المانجا بالشكل ده. رصيت كده طبقتين البسكوت بالشكل ده. هعمل الطبقه التانية، هجيب بوله وهضيف فيها نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام البودر، نص كوبايه من الباستري كريم بيتباع عند اي محل بيع مستلزمات الحلواني، لو عايزه تستغني عنها مفيش مشكله بس بتدي طعم حلو للكريمه. كوبايه من لبن الحليب المتلج عليهم معلقتين من اللبن البودر بيدي طعم حلو خالص للكريمه. هضيفهم كده واقلبهم، هخفقهم مع بعض لحد ما يديني قوام كريمي متماسك. ثم خفقت الكريمه وبقت بالقوام الكريمي الناعم ده، هجيب 4 مثلثات من الجبنه الكريمي او اي نوع جبنه كريمي عندك تحبيه حطيه عليها، بيخلي طعم الكريمه روعه. هنزود حلاوه طعم الكريمه، هنضيف نص كوبايه من المانجا البيوري عليها ونضربهم معاها. خلصت بكده ضرب الكريمه مع بعضها، هنزل بيها على البسكوت. حاجة حلوة سريعة بسيطة ترطب على قلبنا في الحر ده، ومفيش أحلى من المانجا نعمل بيها حاجات حلوة في الموسم بتاعها. هدخل الصينية الحلوة بتاعتي دي الفريزر لمدة ساعة علشان تتماسك. هنعمل أحلى سموزي بالمانجا، مكعبات مانجا، مكعبات تلج، كوباية لبن أو كوباية زبادي المتوفر عندك، سكر أو عسل متوفر عندك، التحلية اللي تحبيها. احلى سموزي مانجا هتشربيه جنب الحلو بتاعنا. بعد ما خرجت الحلو بتاعنا من الفريزر وتماسك بالشكل ده، هنضيف عليه طبقة تالتة، هنزود بقى الحلاوة بتاعت الحلو بتاعنا، هنضيف مكعبات مانجا بالشكل ده. اسرع حلو تعمليه في الجو الحر ده يرطب علينا، حاجة كده تحفة، طعم وشكل مفيش بعد كده. شايفين الحلاوة والجمال بتاعت الطبقات، حاجة كده تحفة.